ليه كابتننا الجميل كابتن احمد ابو مسلم نجم نادي الاهلي السابق ورايه في المباراه القادمه من وجهه نظر لاعب. ممكن كابتن احمد مسلم طبعا لعب نهائيات في دوري الابطال، وبالتالي طبعا الماتشات اللي زي كده بيبقى ليها شكل وتجهيز خاص في هذه اللقاءات. كابتن احمد تحياتي ليك. ازيك يا روح، عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه يا كابتن؟ الحمد لله زي الفل يا روح. اخبار الدنيا ايه؟ كله تمام؟ كله كويس طيب. حبيبي الحمد لله. في البدايه يعني اكيد احنا ممكن ما اتكلمتش معاك في الماتش اللي فات يا كابتن احمد، ولكن انا كنت بتكلم في نقطه انت الاخطاء اللي ممكن تكون وقعت فيها ليس في الماتش الاخير فقط، ولكن في الماتشات على مدار البطوله، وبالتالي لازم تستفيد منها عشان في الماتش الجاي مفيش فكره خطا تقع فيه. خطا تقع فيه يبقى انت خسرت البطوله. اخد رايك كابتن في الماتش اللي فات ورايك في الماتش اللي جاي بامر الله. لا اكيد الماتش اللي فات فروق النادي الاهلي كان مستوى الماتش اللي فات كان شايف النادي الاهلي قدم الشوط الاولاني هايل جدا يعني. مستوى مرتفع، ارتفاع ملحوظ. حتى النادي الاهلي كان ممكن الشوط الاولاني كان ممكن يخلص اللقاء يعني في 3 اهداف او اكتر من كده. خلي بالك يعني صحيح. حتى الفرص بتاعت كهربا، لو انت عارف الماتشات الكبيره ما ينفعش تضيع ما ينفعش تضيع، من اقل الفرص لازم تحرز. صح. تحرز اهداف يعني. وده خطا من الاخطاء يا كابتن، يعني ده خطا من الاخطاء لازم ناخد بالنا منه. ما خلي بالك الماتش يعني انت الشوط الاولاني كنت نهيت الماتش يعني 2 أو 3 كان خلاص، كان الخصم بتاعك كان نزل، كان همت خلاص بلغه الكوره. وكانت تاني حاجه الشوط الثاني الراجل خلاص بقى يجازف، بقى الشوط الثاني بقى عايز يجيب اي هدف. هو راجل خلي بالك البلجيكي على طول هو بيعمل الخطه بتاعت الشوط الثاني، بيفتح خطوطه شويه، وعمل كده مع سان داونز وجاب الجون الثاني. قبل كده مع سان داونز برضه لعب جيم مفتوح. الجول الشوط الاولاني بص يا فاروق اللي بتلعب كان قافل الماتش بشكل كبير جدا، بس النادي الاهلي كان عنده المهارات الفرديه كبيره جدا. انت عندك حسين الشحات وبيرس تاو من نجوم اللقاء. صحيح. يعني الناس عملت في الحته دي، هم عندهم مشكله في الحته دي بتاعت الوداد، عمل شغل قوي جدا. الكهرباء لو كان جاب الانفراد ده كانت الدنيا الصوره اتغيرت بشكل كبير. فالماتش كان في ايد النادي الاهلي الشوط الاولاني. الشوط الثاني طبعا في حته سرحان طبعا اكيد وعدم تركيز كانت موجوده في الهدف اللي جه، او اعتماد من اللعيبه بتاعت خط الدفاع على بعضهم. فالهدف جه يعني هم بيستغلوا انصاف الفرص. وفاكر يا فاروق لما انا اتكلمت معاك قبل كده، ما كنت موجود معاك، قلت لك هي فرقه جماعيه مش فرقه واحد عنده حلول فرديه. يعني باقل فرصه بيروحوا مثلا 2 بيجيبوا واحده، هم بيعرفوا مميزين فيها يعني. ففي فرقه مميزه. الماتش هيبقى صعب الماتش الجاي، انت عارف لعيبه النادي الاهلي لازم تركز، هم 90 دقيقه لازم تركز الماتش بصفه قويه جدا عشان الاحداث هناك هتبقى قويه جدا. طيب. بتتكلم عايز اسالك سؤال مهم يا كابتن بالنسبه للماتش الجاي. هل الوداد اللي احنا شفناه كان بيدافع بمنتهى النظام يعني في المباراه، وفي نفس الوقت كان بيروح وبيعمل هجمات خطره، منها الهجمه طبعا اللي تصدى ليها شوبير، في كوره في العارضه، في الهدف اللي جه، هل ممكن هيشتغل بنفس الطريقه ولا هيفتح خطوطه اكتر، وبالتالي دي فرصه لفريق النادي الاهلي انه يستغل فتح الخطوط دي؟ لان احنا عندنا يعني خط قوي جدا، خط الهجوم الحقيقه، ويقدر يكون موجود دايما باستمرار في ال 18. يعني شريطه ان انت لما تجيلك فرصه تحطها. رايك يا كابتن؟ هل ممكن الوداد يعمل كده؟ لا هو مش هيفتح الخطوط بتاعته بشكل كبير. هو راجل بيلعب على الهجمه المرتده وبيشتغل عليها مش هيبقى متوتر. خلي بالك هيبقى الموضوع عنده بالنسبه له عنده هدوء شويه. هو راجل مش هيفتح خطوطه. انت عارف خطوط لو فتح خطوطه قدام النادي الاهلي من اول اللقاء النادي الاهلي ممكن يحرز هدف واثنين وثلاثه. فهو الراجل عارف الخصم النادي الاهلي وعارف امكانيات النادي الاهلي، فاكيد طبيعي ان هو هيشتغل على الحاجات اللي هي الثوابت اللي بيلعب عليها فاروق. الكور الثابته بيشتغل عليها بشكل كويس. الحاجه الثانيه هو بيشتغل على العنصر النفسي. هتلاقي عنصر النفسي هناك الاول هنا في مصر كانوا عاملين يضيعوا الوقت وعاملين يعملوا حاجات يضايقوك، فهتلاقي هناك برضك هيبقى في الحاجات دي. فلازم النادي الاهلي من اول يخلص اللقاء، جات الفرصه يخلص الهجمه لازم تخلص. يعني الهجمه ما ينفعش بقى تضيع بقى هناك. زي ما انت قلت هي الماتشات الكبيره دي هي واحده تخلص بها البطوله. هي 90 دقيقه قدام النادي الاهلي حياه او موت هناك. لازم ان شاء الله النادي الاهلي ولعيبه عندنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي واللعيبه الموجوده، والحمد لله احنا بنتكلم على المستوى. لا المستوى فاروق باين، مستوى النادي الاهلي عالي جدا في الفتره اللي فاتت دي. صح. يعني انا حتى الهدف اللي جه دوت يعني هو يعني سبحان الله عكس سر اللقاء خالص. انت بتتكلم عكس سر اللقاء خالص. انت بتجيب الثالث، عايز تجيب الثالث وتلاقي كوره مثلا كوره هم خطفوها هي كده. فبنتكلم ان احنا مش عايزين نسيب اي هفوات او اي عدم تركيز تهاون او اي حاجه في الوقت دوت هيكلفك بطوله. ودي البطوله اللي لازم النادي الاهلي كمان اللعيبه بتاعت النادي الاهلي تشوف القسم دوت اخر نسخه للبطوله الافريقيه هو اللي واخدها. يعني هو بيعرف يشتغل، بيعرف يتعامل، وعنده روح البطوله. صحيح. فلازم احنا نركز 1000%. صحيح.